معقولة عشان آكل ساندوتش كبدة عليه شوية طحينة أدفع في الطحينة قد ما هادفع في الكبدة؟ تعالوا مع بعض نعمل الطحينة في البيت، وهنعمل كمية محترمة جدًا، وصدقوني ما كلفتنيش غير 20 جنيه بس. نزلت عند العطار قُلت له اديني ب10 جنيه سمسم أبيض وب10 جنيه سوداني متحمص، اداهم لي عملوا كل واحدة فيهم كوباية. بدأت إن أنا آخدهم على النار عشان أخرّج الرطوبة منهم علشان الطحينة ما تبوظ عندي لو قعدت. بدأت إن أنا أحمّصهم على النار، اديتهم لون دهبي خفيف أوي، وطبعًا السوداني متحمّص فده ساعدني إن هُم ما يقعدوش كتير على النار. في نفس الطاسة هانزل بكوباية دقيق، موجودة عند كل بيت كوباية دقيق واحدة، أنا مش عايزة لونها يغيّر، ودي خطوة مهمة جدًا وبتبوّظ طعم طحينة عند ناس كتير، لازم تحطيها كده على النار شوية. خلاص جهّزنا الحاجة، ناخدهم كده وهُم سخنين على المطحنة بتاعة التوابل، ونبدأ إن إحنا نطحنهم جزء، جزء وننعّمهم. لو الخلاط بتاعِك مش قوي أوي، حطّي حبّة صغيّرين بحبّة صغيّرين. هنا بقى هنبدأ ناخد المقدار بتاعنا اللي طحناه كلّه، وهنحط عليه ربع كوباية زيت، وهنحط كمان الدقيق عشان خاطر